أنا اترشحت أسافر كان لاينز. أيوه، هي كان اللي في فرنسا. لو أول مرة تشوفوني فأنا ديانا أو ديانا على حسب حابين تنطقوها ازاي، أنا مش هتضايق. ساعات هتلاقوني جايبة مسامير وبعمل لوحة بالخيوط، وساعات هتلاقيني جايبة كرتونة وبعمل ظل الموناليزا على الحيط، أو أجمع 200 غطا مثلا وأعمل بيه لوحة، أو شمعة في حوض سمك صغير، أو أغير شكل المراية بالفوم، أو مثلا لما أتفرج على مسلسل أقوم أعمل كرسي من الورق. ده غير حاجات كتير قوي عملتها لنفسي عشان ألبس. طبعا في كل الحاجات دي في حاجات فشلت، بس أنا بوريكوا بس الحاجات اللي نجحت. لا أنا عملت شنط كتير بجد. ده غير حاجات تانية بقى في البيت وفي الأوضة. وهنرجع لفترة في حياتي كنت بحب جدا الفيس بينتينج، عملت شخصيات كتير. لا بجد كتير، بس دي مش حاجة جديدة لأن من وأنا صغيرة خالص بحب الرسم وبحب أعمل أي حاجة بإيدي. وطبعا كان نفسي أدخل فنون جميلة، وللأسف دخلت كلية مش بحبها، بس بعد التخرج دخلت فنون جميلة سنة. والأهم من إني اتعلمت التصوير والنحت في الفترة دي إني بقيت مقتنعة إن دايما في أمل إنك تتعلم أي حاجة نفسك فيها أيا كانت الطريقة إيه. وبقيت بعمل محتوى كل هدفه إن اللي بيتفرج عليه يعرف إنه يقدر يعمل نفس الحاجة اللي بيشوفها، مش إنه يقول شاطرة وخلاص. على فكرة ومش كل الإبداع لازم نعمله بإيدينا، ساعات بيكون حوالينا أصلا وكل اللي محتاجينه إننا نبص عليه ونصوره أو حتى نستمتع بيه. لو فاكرين أغنية بحلم بمكان، فكان فيها فرنسا، وهي فيها ايفنت كان لاينز اللي بيجمع كرييتيفز من كل العالم. فلو سافرت هصور الحتة اللي قلنا عليها، ولو ما سافرتش فأنا أكيد هحضر الأسبوع ده كرييتيف اندستري سامت في مصر، وهو أكبر ايفنت في الشرق الأوسط للكرييتيف، فوجودي فيه حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. المهم خليكم فاكرين إن فكرة واحدة ممكن تغير طريقة تفكيرنا كلها.